بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية الإسلام، وأرجو لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم داخل الوطن وخارجه أن تكونوا في أمان الله وحفظه. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. في حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة رقم 118 بحوله تعالى عبر قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا سعيد غاية السعادة أن ألتقيكم أسبوعيا وعبر هذه الحلقة. في الحلقة السابقة مشاهدي الكرام وعدتكم أن نواصل الحديث مع شاعرنا الإريتري الشاعر المجيد عزيزنا صالح طه من ديوان تراتيل الغدير. وحقيقة دعوني، أنا كنت أشرت أنه الديوان من الحجم الصغير في 210 صفحة وفيه 78 قصيدة، واستعراضا لبعض العناوين. أولى قصائده كما قرأناها محمد صلى الله عليه وسلم، وقصيدة إريترا، عدل نجاشي، ذكرى تجاعيد الفؤاد. كنا توقفنا هنا، ولكن دعونا نقرأ العناوين. تاج الهوى، ميت بلا كفن، إهداء للأعشى، وهذه التي سأبدأ بها هذه الحلقة. عذراء، غادة، أنوار، قبضة الورق، إهداء لسكاب. هو فعلا الشاعر صالح طه يعني مش هو بس فقط يقدر سكاب، الشاعر عبد الرحمن سكاب رحمة الله عليه، ولكنه هو نموذج بالنسبة له، ويعتبر أستاذ وله الحق في ذلك. أنا لا أود أن أخوض ماذا قال في أستاذنا ذاته صالح طه، ماذا قال في الشاعر كجراي، وماذا قال في الشاعر أحمد محمد سعد في واحدة من تصريحاته تقريبا قبل فترة. يعني أبدأ وجهة نظره في شيء، ولكن أنا أقول إنه إذا ما استمعت للفكرة العامة وفي أي صياغ جاء الحديث، من الظلم أن تقول قال كذا وقال كذا يعني. وأنا سئلت كثير يعني، سمعت إنه صالح طه يعني قدح، هكذا قالوها كثر يعني، ومن يكون ولماذا يقول هكذا وبتاع. وفي الغالب الناس لا يستمعون للحديث كامل. أنا لا أبرئ، ما أقول اتهام، لكن رأيه في ما كان يكتبه الشاعران الكبيران أحمد سعد وكجراي رحمة الله عليهما، هم أساتذة في الشعر. وقد تحدثت أنا عن كجراي رحمة الله عليه كثيرا، وعن الشاعر أحمد سعد كثيرا. كل له مكانته وكل له قدره. لا يؤثر فيه حديث آخر، حديث شاعر آخر، أيا كان موقعه وأيا كان مستواه. أنا في تقديري هذا شاعر ما في شك، وأولئك شعراء وأساتذة والرواد، بل رواد في الشعر يعني كجراي مؤسس لمدرسة، لا أتذكر اسم تلك المدرسة. وسكاب يعتبر يعني قمة في الشعر العربي، وتحدثت عنه كثيرا يعني، ليس في الشعر العربي الإريتري فحسب، إنما هو على المستوى القطر العربي كله. وكجراي من نفس المدرسة يعني، الغاب والصحراء والأبولو، واحدة من المدرستين، هو أحد المؤسسين كجراي. والشاعر سكاب طبعا شعره يشهد له. من نافلة القول إهداء لسكاب، عشان شفته يعني رجعت إنه لما قال، أنا ما عنديش التفاصيل، ولكن أيا كان يعني الشعر ليس قرآن يعني. وأنا مرة قلت شعراء ولسنا أنبياء يعني، وممكن أن تكتب ويكون واحد عنده وجهة نظر وما إلى ذلك، خاصة إذا كان وجهة نظر تكون بناءة وليس للنقد وما إلى ذلك. لأنه في مدارس في ناس ما يعترفوا بالنقد ذاته، يقول لك الشعر قضية ذاتية حتى لو جاء في إطار عام، وطالما هي قضية ذاتية فليقل الشاعر ما يود أن يقول.
أنت تقرأ ويعني تتوقف عنده وما تتوقف، هذا مسألة تعنيك. ولكن يمكن هل الشاعر ملتزم بقواعد اللغة العربية؟ يعني قواعد صرف نحو وبلاغة وما إلى ذلك. أما الأفكار وعالجها كيف وكذا، هذه مسألة نسبية يعني. وحتى الناس قالوا في الشعر المتنبي ذاته، قالوا في أمير الشعراء أحمد شوقي، وقالوا برضو في شاعر النيل حافظ إبراهيم، وغيره كل الشعراء، وخاصة دنيا الشعر والشعراء. طبعا الناس يتناولوا زي ما بيتناولونا نحن اليوم، بحق وباطل يعني. فمسألة عادية يعني. فإهداء لسكاب، واحدة من القصائد الحسان إن شاء الله حنقراها. وعنده قصيدة لحن هيفاء، وآمال، ولباس القلب، وأميرة الصحراء، ضجيج من شجون، ذهبية الآمال، أقداحي الظامئات. هند له أكثر من قصيدة، هند واحد، هند اثنين، شبيهة المطر، عيون هند، تشوقت، أنت حب تفجر، تنفست قربا. وفي هيفاء عنده جملة من الأشعار. وهكذا عنده برضه في يماني باريا، المغني الإريتري المشهور، برضه عنده قصيدة عنه. وعنده رثائيات، رثاء الشاعرة الجيبوتية الكبيرة، هي شاعرة إريترية جيبوتية. أنا أقول لكم الذين تصنفون الشعراء على أنه هو من القطر الفلاني ستتعبون. شريفة العلوي هي شاعرة إريترية جيبوتية، يعني برضو إثيوبية ممكن تقول عليها، طالما هي من قومية الجيبوتي، عفوا من قومية العفر. هي تنتمي هنا وهناك، كيف تحدد لها الآن؟ فهي وكانت تقول أنا شاعرة إريترية، وأحيانا يقدموها الجيبوتيين على أساس شاعرة جيبوتية. لا الرحمة والمغفرة. المهم، الشيء المهم أنه رثاها في القصيدة رقم 50، رثاء الشاعرة الجيبوتية الكبيرة، هكذا عنونها شريف العلوي رحمة الله عليه. وهي كانت من الشاعرات المجيدات. إن شاء الله يوم كذا نجي نقرأ من شعرها في هذه القناة المباركة. وعنده مجموعة من القصائد، توضأ قلبي، ده عنوان خطير يعني، واحدة من عناوينه. وبعدين أبو الشعراء، وملك الشعر، ومحسن الوهبي، هو وأبو فراس الحمداني. يعني هذا الشاعر المجيد إن شاء الله نجي نقرأ له شيئا. فالآن سأقرأ عليكم قصيدة إهداء للأعشى. والأعشى طبعا شاعر عربي معروف يعني. آه، قال هي من بحر البسيط. فكتب النثر كمدخل لها، يقول: قرية منفوحة في الجاهلية، عاش فيها الشاعر الجاهلي الأعشى ميمون بن قيس، وهي في هذه الأيام حي من أحياء الرياض. منطقة منفوحة دي هي حي من أحياء الرياض، وعاش فيها شاعر الجاهلية. مررت ذات صدفة بشارع الأعشى العام، فكانت هذه القصيدة. شوف الشعراء إيه، يعني كم واحد مروا هسي بشارع بالشارع الأعشى ده؟ كثر يعني. لكن الشاعر عندما يمر، إيه، لأنه هو شاعر يعني. فشوف، مجرد مرور طلع علينا بقصيدة اسمها إهداء للأعشى. هي ما طويلة القصيدة. والأعشى عنده طبعا: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. على ذات الوزن وعلى ذات الروي والبحر وكذا كتب هذه القصيدة. يقول صالح طه في إهدائه للأعشى: ودع غناءك إن الشعر مرتحل، فما هنا نغمة يشدو بها الثمل، منفوحة أصبحت للسقم حاوية، وفي طرائقها الأوباء تنتقل، قد غيرتها بنات الدهر جاحدة، نضارة الشعر إذ يوحي ويرتجل، أو إذ يوحى ويرتجل.
قد غيرتها بنات الدهر جاحدة نضارة الشعر إذ يوحى ويرتجل، وصار كل فصيح في مسالكها مطرحا ليس يدري الآن ما العمل. يعربد اليأس يعربد اليأس فيها وهي حائرة، تخضب النار كفيها فتشتعل، ويطعن الشعر فيها جاهل خرق، وكيف يحيا أديب بين من جهلوا. الشعر ده خطير يعني. ويطعن الشعر فيها جاهل خرق، وكيف يحيا أديب بين من جهلوا، وللجريمة فيها ألف قافية تروي الفظاعة حتى ضجت السبل. لكم فتنت بها حبا لشاعرها، والآن شارعها للحزن ينتعل، بكيت منفوحة الأعشى على ألم، فليتها بدموع الشعر تغتسل. كأنني لست ذا علم وتجربة أن الجمال إذا ما تم يرتحل، جميعنا للبلا نهب، ولست أرى حرزا يقين الردى يا أيها الرجل. شعر جميل يعني ما في شك. هذه القصيدة ذكرتني برضو بقصيدة كتبتها أنا زمان: متى يا هم إلى مثواك ترتحل، وجرح القلب من الآلام يندمل، حياتي كلها حرب مضاعفة تشد الطرق قدامي وتشتعل، ولكني ألاقيها وبين يدي كفاحات من الآمال تقتتل، إلى أن أقول: علتني صلعة سمراء زاحفة فلم تلبث شعيراتي فتنفصل. دابت صلعة بدأت تبدأ. علتني صلعة سمراء زاحفة فلم تلبث شعيراتي فتنفصل، فيبدو الرأس عريانا من الشعر، وحسب الرأس ملآنا بما جهلوا. واحد قال لي: دي فيها تطاول يا شريف. قلت له: والله أحاول أقنع نفسي إنه دار يعني التنافر المعرفي بيسموه يعني، فقدت، لكن برضو الحمد لله يعني هي حالة من الحالات الشعراء. فهذه القصيدة ذكرتني بتلك يعني: ودع غناءك إن الشعر مرتحل، فما هنا نغمة يشدو بها الثمل. شكرا لك شاعرنا المجيد صالح طه، لك التحية. وعنده قصيدة اسمها عذراء، هي على بحر الكامل. كما قلت لكم مشاهدينا الكرام، يعني هو يميل بين الطويل والكامل أكثر قصائده يعني. المقتضب، يعني المقتضب ده بحر يعني الناس الشعراء لا يخوضوا فيه كثيرا. خلونا نقراها: الدلال والصدف ذاك حال من أصف، غادة منعنعة للقلوب ترتشف، والعيون قافية بالبديع تلتحف، ضوء وجهها نغم للهموم يختطف، غيمة معطرة بالأريج لتكف، كالسهام عفوا كالسماء حالمة كالجهول تنجرف. ده أخطر بحر هذا، لأنه أصلا يعني كلمتين يعني، شطر البيت وكلمتين عجز البيت، يعني مش بالكلمات، هي حسب الوزن، لكن أن يعني هي دائرة كثافة واختصار واختزال، وفي نفس الوقت يعني بلاغة قوية يعني. أنا ما عارف بالنسبة لي هل كتبت على هذا البحر أم لم أكتب، ما أتذكر، ولكنني أعتقد أنه ما قد كتبت يعني. وله قصيدة اسمها أنوار على بحر الكامل، إهداء واحدة يعني. وبعدينك عنده
من نعم، إهداء لسكاب. نتشرف أن نقرأ هذه القصيدة ولشاعرها التحية والسلام، وللمهدى إليه أستاذنا عبد الرحمن سكاب، له الرحمة والمغفرة. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك. يقول، وهي من بحر الخفيف، القصيدة إهداء لشاعر إريتريا عبد الرحمن سكاب رحمه الله، شاعر إريتريا. هو يختصر الشعر في إريتريا في شخصية سكاب، له الحق يعني كما شاء يعني. وسكاب رجل يعني قام، مش إريتريا وبس، هو يعني اختصاره على شاعر إريتريا يعني. عموما، والقصيدة مجاراة لرائعته، قصيدة ناسك التي مطلعها: آه للساهر الشجي، مضى الليل وما زال دمعه سحاحا، ساكبا من يراعه قهوة الود، وقد ذاق مزجها والقراحة. أعتقد البيت الفوق ده البيتين لسكاب رحمة الله عليه. جاراه ومجاراة الشعراء فن جميل بالمناسبة، أنا أميل إليه كثير. وشاعرنا برضو توفيق قسم الله برضو يميل للمجاراة يعني. فقال صالح طه: آه للشاعر المعتق راحة، أسكر السطر إذ بشكواه باح، فأغانيه قهوة من نشيج، صيرت مهجتي لها أقداحا. خبر العيش لا يرى الزهر زهرا، فتراه يطارح الأشباح، ساطع في ظلام تلك الليالي، يرسل الضوء شاديا صداحا. نظم الدمع في القصيد عقودا، ناثرا من وجدانه أتراحا. إنه الحزن للقصائد روض، دونه لا ترى القوافي ملاحا. عبقري بحسه يرقص الكون، يهز القلوب والأرواح. عجبا كم نضم قافية المحزون، وهجا يهدي لنا الأفراح. لو عقلنا ألحانه ما رقصنا، متناسين وجده والجراح. كالمغني الذي يتيح سرورا، وهو يشكو جوا له الذباح. قد أتى عاريا لدنياه، لكن ألبسته منها الشجون وشاحا. أكرموه فليس في كل يوم تنجب الأرض شاعرا سواحا. ممتاز والله، لك التحية صالح طه. هذه القصيدة ذكرتني قصيدة لشاعر إدريس جماع، وهو يقول يعني: وجاراه كذلك سكاب، ما له أيقظ الشجون. والكابلي ترنم بها: ما له أيقظ الشجون، فقاس وحشة الليل واستثار الخيال. ما له في أتون الليل يمشي، ويناجي أشباحه والظلال. حاسر الرأس عند كل جمال، مستشف من كل شيء جمالا. ويتحدث الكابلي، كان يقول إنه جماع رحمة الله عليه أنه يتحدث عن نفسه كشاعر. من هو الشاعر يعني؟ أعتقد أنه سكاب هو كان يعني هكذا، ووفق شاعرنا صالح طه أنه جاراه وتحدث عنه. وفعلا الشاعر يعني يناجي أشباحه والظلال. آه وطبعا هو يحترق الشاعر عشان يقول شيء جميل يعني: أكرموه فليس كل يوم تنجب الأرض شاعرا سواحا. كلام جميل. وكذلك عنده خلونا نقرأ
في بحر الوافر، هذا البحر برضو أنا أحبه يعني. يقول في بحر الوافر صالح طه: أئن غضبت يطول بك السهاد، وتغزوك الوساوس يا فؤاد، كأن القلب يلبس من هواها ثيابا ليس يبليها البعاد، يظل ممددا بضفاف أنثى تبرحه فيبرحه الرقاد، ولن تجدي حريريا كقلبي إذا تغفين فهو لك الوساد. قصيدة جميلة ما في شك، لباس القلب من بحر الوافر. وعنده قصيدة أميرة الصحراء: وهنا ضجيج من شجون على بحر الوافر، قصيدة شاركت بها في برنامج أمير الشعراء الموسم الخامس، وتمت إجازتها من قبل اللجنة. كما يقول قصيدة جميلة، يقول: يطوف الصمت في شفتي لكن بأعماقي ضجيج من شجوني، أفر إلى سكون من سكون صدى هرب عزفت به لحوني، أجيء وسادة النسيان ليلا فيسبقني السهاد إلى الجفون. يا سلام. ويجري الوقت في أيام عمري فليت الحزن يسرع كالسنين، ولست أضيع أيامي ولكن أنا الصدق المضاع من الظنون. أمد كفوف أسئلتي قصيدا إلى الأحزان مفتقدا يقيني، فيعميني الصواب وقد تشظى فلم يتجل في رفق ولين. حياتي حياتي مثل من أهوى بحار، وموج اليأس لم يرحم سفيني، وإن أشكو الليالي بعض همي يؤنبني النهار على أنيني. وإن يخط وإن يخط الحنين بأي درب وإن يخطو الحنين بأي درب يعاقبني الطريق على حنيني، وأدخر الدموع لعل وأدخر الدموع لعل تكفي إذا قسمت بعدل، في شجوني كؤوسي فارغات من سرور، وظلي جاحد لا يحتويني، تمزقني الأماني وهي أمي وتحرمني من الصدر الحنون. تسل سيوفها تقتال حظي، وما لي يا رؤى درع يقيني، أريد بها ارتياحا من سعيري، فتشعلني القصيدة بالجنون. سأشكو حرها ملكا تسامى أسير له وراحلتي عيوني. خليفة يا ابن زايد جئت أشدو خليفة يا ابن زايد جئت أشدو، فمنزلك الشفاه من الطعون، كأنك قد خلقت بطين عز، وكل جهات عزك لليمين. هنا في دولة الشعر فتح هنا في دولة الشعراء فتح جديد للثقافة والفنون، لقد كان القصيد فتى حزينا طريحا في ظلامات السجون، ولكن في أبي ظبي تداوى فعز بقلب مؤتمن أمين. كلام جميل. الشعراء يعني شجونه. وفي قصيدة أخرى: أنا هذا البحر المتقارب هو أقرب إلى الشعر الحر يعني. دعونا نمشي إلى البحر الطويل. الطويل والكامل ده هو شعر
أستاذ فراج الطيب كان بيقول دائما يعني بحور الرجال الفحول يعني، وبحر الكامل والبحر الطويل يعني. يعني أميل لهذا البحر، هو مريح يعني، ولكل بحره يعني. تشوقت حتى لا أطيق تشوقا، وواصلت من أهوى وخفت التفرقا. أسير أشواقي وراحلة الجوى، لأثلج قلبا قبل أن يتحرقا. لسار التي جادت بألحاظها هوى، فأينع قلبي المستهام وأورقا. تعلمني أطيابها وحريرها غراما به قلبي الولوع تأنقا. تغير لون الحياة بقربها، وتسمح أن يجري السرور ويطلق. هي الأمل الوردي أرنو لطيبه سماوية حطت بأرضي لأعشقا. ألوم فؤادي ثم أعذره فما، ألوم فؤادي ثم أعذره فما يلام الذي في مقلتيها تعلق. من الفاتنات الناعمات نحيلة، على أن حبيها بروحي تعملق. معتقة كالحلم تسكبها المنى، فهل ارتشفت اليوم حسنا معتقا. خذ القلب بحرا ماج منك صبابة، ليرجع من عينيك حبي أزرق. أنا الظمأ المنسي سار تدفقي بأمطار حب، ولتطلي تدفقا. شاعر هو جاد وولهان يعني. ودعونا الآن نمشي إلى آه، لله حب، أيضا هذا البحر الكامل. لله حب، هي في القصيدة في الصفحة رقم 91 من بحر الكامل. لله حب راح لا يتكرر، وخيال صاحبة فؤادي تسكر. مدت كفوف الحب حين سألتها، وتركت طفل الحب فيها يكبر. هي أوردتني بالحنان جداولا، هي من يراها القلب لما ينظر. سكنت بأحلام الطويلة طفلة، سكنت بأحلام الطويلة طفلة نبع الحنان. بخطوها يتفجر هيفاء، هل يخفى الهوى وأريجه. فضح المودة مظهرا ما نستر. في كل سطر في القصائد حبنا، لا تمنعيه، دع الأغاني تنشر. أتذكر الأوراق حين يخطنا شوق، يترجم نبضنا ويبعثر. أتذكر السهرات تحضن حبنا، أتذكر الأشعار كم هي تبهر. وفي بحر الطويل أيضا في قصيدة جيدة: ودادك ثلج أم سعير مؤجج، أجابت أنا الحالان أصلي وأثلج. فقلت لها أحسنت ردا، لأنه بحيرته قلب المحب مهيج. توهج شعري حين زرت فناءه، فإن غبت يا هيفاء لا يتوهج. يدق خيال منك باب خواطري، فأكرمه شعرا له الحب أنسج. تذكرت يومي قبل أن أعرف الهوى، أقسم أفراحا ودربي أبلج. إلى أن سرى خمر الهوى بمفاصلي، وسار لسان القلب بالود يلهج. لا نزال مشاهدي الكرام في حلقة من برنامج مع اللغة العربية
من قناة سلام الإعلامية المباركة، وحلقة في برنامجها الأسبوعي. ونحن نسوح في ديوان الشاعر صالح طه تراتيل الغدير. هو هيفاء هذه قال فيها أشعار كثيرة يعني على سبيل المثال: قهوة الشك من بحر الكامل: قلبي هويف سواك لن يتنفسا، فهواك بيت بالمودة أسسا، لا تغاري، لن أبدل حبكم ثوبي هواك، وغيره لن ألبس. هو الديوان ده لو سماه حتى هيفاء كان ممكن يعني. وفي البسيط اللاحق: هذا البحر أنا لا أعرفه. هو رجل فعلا عارف علم العروض مظبوط يعني. ينام اسمك في أسطري، ينام اسمك في أسطري، يضمه ضاحكا دفتري، أصبحت غيران ذا لوعة منك أيا سطري، فلتحذري لا تغمض الطرف يا هيف إن بدا الهوى، وإلي انظري صوب فؤادي، ومن نظرة هطالة بالهوى أمطري. هذا البحر سماه بحر الكامل. أنا كيف ما قادر استوعب المسألة. خلوني أقرأ: قد عاد منتصرا هواك أيا هويفا، هازما جيش العناد وطاويا كل المسافات التي امتدت كما جرح الطويل. هذا سماه بحر الكامل. قد عاد حبك كالمليك بعرش قلبي جالسا، لا لم تكدره الخوارج عن هواك، ما كان يتبعه الرحيل. هيا قربي وتربعي، فلك الممالك تفتح الأبواب، تهتف بالوداد وتكتب الأشعار في عينيك من نبض الأصيل. ما أعرف بحر الكامل ده كيف. في مجزوء المديد: عطرها يملأني فرحا، يقول: عطرها يملأني فرحا، يذبح الشوق الذي ذبح أو ذبح، ما مشكلة. طاب عيشي من شذا أرج، زان منه كلما قبح، فانثري زهرك يصف دمي، حبذا العطر إذا نفح. وفي هيفاء ردي لما أنحلته عمرا من بحر البسيط، يقول: ماذا عن الوعد والأخلاف قد نتجا، أرى شقاء مع الآهات ممتزجا. هيفاء ردي لمن أنحلته عمرا، فقد سلبت شهورا منه بل حججا. يظل يسأل في شك يحرقه: على ما خيبت قلبا مقلتيك رجا، أما وعدت بلقيا منك ماطرة، تغيث صحراء روحي كي أرى فرجا. يا حلوة العينين إن البعد يحزنني، أذوق في كل ليل حرقة وشجا. ويقول كذلك في فقد، يقول في قصيدة فقد على بحر الكامل كذلك: ماذا يقول وفجره مقتول، زهر الكلام قد اعتراه ذبول. يا سلام. لا تسألي لما قد تغير ودنا، لما لون صوتي شابه التبديل، وعلى منافذة السعادة أغلقت وتعثرت قبل الوصول خيول. لا تسألي حسبي يسائلني المسا، عن مقلتيك فيبهت المسؤول. لا تحزني
للفقد إن أكو غائبا، فإذا أغيب فحبكم موصول. إني لأحزن في المساء وأخاف أن أبدي إليك الحزن، فهو جليل وأغيب لا للصد، لكن خشية من أن يغمك قلبي المعلول. مفتاح حزني قد تنوء بحمله راحاتكم، فالحزن في ثقيل. لا تسألي إن السؤال تحرق وتعطش ينمو فليس يزول. أنا مثلما علمت عيونك عاشق، فإذا جهلت يضمني المجهول. أنا مثلما علمت عيونك مغرم. أنا مثلما علمت عيونك مغرم، فلتهدئي إما غزاك فضول. أولست من أهوى الربيع عيونكم، فتقاتلت حسدا عليك فصول. أولست من أهدى الربيع عيونكم، أولست من أهدى الربيع عيونكم، فتقاتلت حسدا عليك فصول. أولست أغنية الصباح لحونها تطوي الغناء ليستريح عليل. أنسيت ذاك الشعر يغسل ماءه، كفيك أغدقه هوى فيسيل، وأبل وجهك فيضه. أنسيت إذ إذ سألت مما ينوعه مبلول. هذا رجل خطير ده. وفي قصيدة رواء من بحر الطويل قال: عيون رواء هل لديك رواء، فكل شراييني إليك ظماء. سليني عن الشوق الذي لست شارحا مواجعه إلا وطال بكاء. ورجل يعني محب. قال لصديق العزيز محمود عمرو محمود من البحر البصير، فقده قال في يوم الخميس بتاريخ 5/4/2013 بسبب حادث سيارة. نسأل الله له الرحمة، وأن يجعل الله قبره روضة من رياض الجنة. يقول في هذا الرثاء: يا عين، يا عين جودي فمن فارقته عمر، ولا تجفي دع العبرات تنهمر، وناوليني بكف الشعر قافية أرثي بها صاحبا منه استحى المطر. حزنا تعرى فؤادي حين غادرنا، من عاش بالخلق الميمون يستتر. رتلت آية حزني بعدما وضعوا بدرا على اللحد ضمت جسمه الحفر. ذاك الضياء مضى فالأرض مظلمة، فليس تجدي هنا شمس ولا قمر. بلا وداع بلا كف تصافحنا رحلت، هل هكذا التوديع يا عمر؟ سأرسل الشعر أطيابا تراوده إلى الرجوع، وأنى يرجع العمر. هو الصديق لكم، هو الصديق لكم حملته ثقلي، فما تشكى فهل هذا الفتى حجر. رحلت يا واهب الأنهار صفوتها، فلم ينلنا إذا ما زرتنا كدر. عفو الكريم وجدنا في مجالسه، كأس المودة منها الحب ينحدر. لطالما منح الأيام بهجتها، حلو المحيا وما في خده سعر. وباسم ترسم الأفراح طلعته، فكم تمتع من أفعاله النظر. الموت لص سبى عمرا فأفرقنا، فكلنا لعذاب الروح مفتقر. لله نفس ثوت في القبر وحزني، إن المنية لا تبقي ولا تذر. يا رب فلتستجب دعوات من فقدوا، وارحمه أنت عفو أنت مقتدر.
امنحه نورا أزل في القبر وحشته، آنسه بالحور يرنو نحوه الحور، وألهم الآل والأصحاب إذ فجعوا صبرا جميلا فلولا الله ما صبروا. نعم، رحمة الله عليه. صديقه الذي بكاه. وقال في رثاء الشاعر شريف العلوي، برضو من البحر الطويل، هذا البحر الطويل ده، يقول في هذه القصيدة: فقدتك شمسا في القصائد تشرق، وعطرا زكيا إثره الروح تعبق. نعم مشاهدي الكرام، فيما تبقى من وقت إن شاء الله، مع الرحمة والمغفرة لشاعرتنا شريف العلوي، من بحر الطويل كتب صالح طه يقول: فقدتك شمسا في القصائد تشرق، وعطرا زكيا إثره الروح يعبق، وهذه دموعي علها تغسل العنا على فقد من كانت بها الروض يورق. تركت بهذه الدار أهلا وصحبة جميعهم من بعد فقدك فرقوا. سأبكيك شعرا من دموع قصائدي، وأمضي إلى بحر الأسى فيه أغرق. شريفة ولت نجمة عفرية، فلا نور في ليلاتنا يتألق. لقد سكنت في اللحد سيدة الرؤى، فقلبي من الفقد العظيم ممزق. بأي قصيد سوف أرثي قصيدة سماوية فيها البديع يحلق، بها القمران الرائعان تجاورا، فأبصر سناء شع حين تحدق. شريفة يقف الشعر في عمق بحرها، وتخرجه درا إذا هي تنطق. يضيء جبين الشعر من خطراتها، ومن ماسها الشعري كم يتألق. هي الجدول الجاري يفيض روائعا، لينهل منها الظامئون ويستقوا. لقد كانت الأشعار تخطب ودها، نبية شعر للمعاني تنسق. مشينا بعيد الفقد لم نلق شاطئا، وليس لدينا حين نبحر زورق. فيا رب ألهم إخوة وأحبة سلوا، وشعرا صار بالنأي يخنق. شيء جميل، مع أنه الموقف حزين، له الرحمة والمغفرة، لكن شعر جيد. وهذه القصيدة ذكرتني طوق وشوق، أنا رثيت فيها فراج الطيب السراج. يقول في القصيدة: أقلب طرفي في الخيال وأرمق بشوق فصيح عن لساني ينطق. بليت به دهرا مشوقا مولها، ويزداد لهفي كلما لاح بيره. من المحفل المزدان بالحب والصفا، لآلئ يكسوها عبير فتفهق. إلى أن أقول: ركبت قوافي الشعر والجو ماطر، على مهجة حرة إلى الحزن أسبق. أقول كما قال الفراج الطيب: أهذه عطاياه تجود وتعبق، سكبت علينا من فيوض أريجها. المشكلة أنا ما بحفظ شعري كثير. على كل، وهذا القصيدة التي رثيت فيها: على ورقها يشدو هزار ومفلق، أنت يا سودان والقلب والهوى، ومنقذها إذ ما تعطل زورق.
ولي رئتا شعر أقلب فيهما إذا ما سلاني عاشق أتشوق. إرترية الروح ويزداد فجرها. رحى جنبي المصلوب شاد ومفلق سودانية الروح. آه، المهم، ولست أبالي أي جنب يضمني على معبد القطرين أزهو فأشرق. أنا من ربى القطرين نفحة شاعر تضوع منها عاشق يتألق. ولست أبالي أي جنب يضمني على معبد القطرين أزهو فأشرق. هي قصيدة طويلة في كم وستين، 65 67 بيت تقريبا. كتبتها رثاء لفراج. فراج خذها من حبيب متيم كوتها حروف دمعها يترقرق. بعدين عملت اقتباس منه: ولما أتاني في الخيال بريدكم تمنيت لو عندي جناح يحلق لأرحل من فوري إليكم بدمعة وفي في بوح الإيش كذا وأموسق شيء من ذلك يعني. المهم، فما رأيكم مشاهدي الكرام؟ هذه ستكون الحلقة الأخيرة. كذا نمشي نشوف الحلقة الأخيرة في مع أخونا صالح طه. أنا داير أشوف ماذا قال في أبي فراس الحمداني. وعندما يذكر أبا فراس طبعا يذكر المتنبي وسيف الدولة. قال في أبو فراس الحمداني من بحر الطويل: أراني غزير الدمع يشطرني الهجر وما لي نهي في هواك ولا أمر. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر. ذلك أبو فراس قال: هو أراني غزير الدمع يشطرني الهجر وما لي نهي في هواك ولا أمر. أسير مع الأحزان والشوق صاحبي أتوق إلى عينين منها انتشى الخمر. نعم أنا ظمآن إلى نهر عينها وما زرته يوما فيكرمني النهر. لقد زارها شعري براحلة الجوى فقالت: من الظمآن؟ قال لها الشعر: فتى ضمه الحرمان فتته الهوى ومن حر ما يلقى بك اشتعل الصدر ومن غير دمع كان يبكي من الظما. فهلا سقيت الروح يا نهر يا قطر. لقد أشفقت كي لا أموت من الهوى فزارت وقالوا: يا فتى جاءت البكر فمت ابتهاجا حين أبصرت وجهها. كذا جدي لست قلبا به صبر. كذلك جدي لست قلبا به صبر. خلوني أقرأ البيتين الأخيرين تاني. لقد أشفقت كي لا أموت من الهوى فزارت وقالوا: يا فتى جاءت البكر فمت ابتهاجا حين أبصرت وجهها. كذلك جدي لست قلبا به صبر. يعني الذين يعرفون أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر. بلى أنا وعندي لوعة ولكن مثلي لا يداع له سر. وقصيدة طويلة يعني. ولحنها وغناها طبعا بطريقة جميلة أستاذنا الكابلي رحمة الله عليه. أيها الإخوة المشاهدون، سحنا وإياكم في خمائل وحدائق الشاعر المجيد صالح طه، له التحية. إذا ربنا وفقنا ممكن أن نلتقي في يوم من الأيام لنستمع إليه ويقرأ شعره بنفسه. حتى ذلكم الحين نحييه باسمكم جميعا. وفي الختام يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، من إعداد وتقديم محدثكم أحمد شريف. تحياتي لكم وتحيات الفريق العامل الذي يخرج هذه الحلقة بالثوب الذي ترونه. شكرا لكم وشكرا لهم، وآمل أن ألتقيكم في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.